الاهلي بيفوز على وادي دجلة ب3 اهداف مقابل هدف، والفوز ده يخليه في المركز الثالث بعد بيراميدز بنقطة واحدة. ولكن برضه يا صديقي ما تنساش ان الاهلي لعب مباراة واحدة زيادة عن بيراميدز، ربنا يستر. والهدف الاول جه من ناحية تريزيجيه عشان يكمل التألق بتاعه للمباراة التانية على التوالي، والهدف ده يخليه في المركز الثاني في هداف الدوري المصري بعد صديق اجولا لاعب سيراميكا ب5 اهداف. والهدف الثاني جه من ضربة جزاء دخلها المتخصص في ضربات الجزاء في مصر احمد سيد زيزو، والهدف ده مع الاداء اللي عمله في المباراة واسسته للهدف الاول يخليه ياخد رجل المباراة. ولكن الهدف الثالث برأسية اوتاكا اللي بعد المباراة التانية ليه على طول بيجيب الهدف الاول ليه مع الاهلي، ما بيهزرش. ولكن خلي بالك يا اوتاكا، اهم حاجة الاستمرارية، مش تقول انا جبت هدف وخلاص، لا يا حبيبي، احنا عايزين كل ماتش هدف. ولكن ما ننساش ان الهدف الثالث بصناعة العالمي امام عاشور، الله عليه، مبروك للاهلي وللاهلاوية. قول لي رأيك في المباراة، وتفتكر عدم لعب جراديشار مع الاهلي النهارده بيخلي فرصته في الرحيل كبيره؟ مستني رايك في التعليقات، وكالعاده ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.